الأردنية عمان لمدة 10 أيام، ويخوض خلالها 4 لقاءات ودية في إطار استعداداته لخوض نهائيات كأس آسيا للشباب، والتي ستنطلق في المملكة العربية السعودية في 31 من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري. في هذه البطولة تقربنا للإنجاز جدا صعب، تقربنا للكاس جدا صعب، كون الظروف اللي مرت بنا ظروف صعبة، إعدادنا فقير، لكن بما موجود من همة وبما موجود من إصرار وبالرغم من كل الصعوبات تحدينا كل شيء، وأنا أعتبر هذا الفريق فريق تحدي وإصرار. سنكون رقم صعب في هذه المجموعة وأملنا كبير بالرغم من وجود هذه الفرق العملاقة الكبيرة أنه نجتاز المجموعة إن شاء الله. احنا الآن يعني إذا نوصل إلى جاهزية يعني حراس المرمى من ناحية البدنية يعني جيدة جدا، لأن أكثر فتراتنا اللي اشتغلناها ببغداد كانت هي لياقة بدنية رد فعل، بس ينقصنا كان المباريات الودية. يعني المباريات الودية هي يعني تحطك على النتائج اللي أنت تريدها في المباراة الودية حتى توصل إلى درجة اللي أنت تقتنع بها وتوقف حارس المرمى الأساسي والاحتياطي. وكان منتخبنا للشباب قد خاض مباراتين وديتين، تعادل في الأولى مع نظيره الأردني بهدف واحد لكل منهما، وتعادل في مباراته الثانية سلبيا مع فريق نادي أربيل. منتخب شباب الحالي موجود الآن معسكرنا في عمان. أعتقد هذا المعسكر راح يفيدنا الكثير من اللاعبين، راح يستفادوا منه، وإحنا مقبلين على نهايات آسيا في السعودية. وأعتقد هذه النهايات هي خاتم للاعبين الشباب، اللي أنت عرفت الرافد الوحيد للكرة العراقية هو بس الشباب. منتخبنا منتخب ممتاز، وإن شاء الله نقدم مستوى يليق بالكرة العراقية، وجاهزية من هاي البطولة إن شاء الله زين. وكان مشوار المنتخب الوطني للشباب قد تعثر في أكثر من مناسبة، فكان من المؤمل أن يخوض الفريق بطولة ودية رباعية في السعودية، فضلا عن مشاركته في المعسكر التدريبي في مملكة البحرين، ولكن المشاكل الأخيرة التي عصفت بالرياضة العراقية حالت دون تحقيق ذلك. مع الأسف الشديد يعني كثير من الناس أصحاب القرار، يعني سواء كانوا في وزارة الشباب أو كانوا في اللجنة المؤقتة أو كانوا في الاتحاد، جعلوا من هذا الفريق تصفية للحسابات، تصفية للكراسي، تصفية للصراعات. مع الأسف تناسوا أن هذا المنتخب هو منتخب العراق. هذا المنتخب ليس منتخب حسين سعيد ولا منتخب وزير الشباب ولا منتخب أي واحد في الحكومة العراقية. هذا منتخب الشعب العراقي، منتخب التلاحم، منتخب الطوائف، منتخب الشرائح. يعني هذا الفريق لأول مرة منتخب شباب عراقي في كل شرائح المجتمع، في السني، بالشيعي، بالمسيحي، بالكردي، بكل يعني كل الطوائف، وهم الآن اخوان. وسيواجه منتخب شباب العراق نظيره الإماراتي في مستهل مشاركته ببطولة آسيا في 31 من الشهر الجاري في مدينة الخبر السعودية، فيما يتقابل مع المنتخب السوري في 2 من شهر تشرين 2 نوفمبر المقبل، ويختتم مشواره في الأدوار التمهيدية أمام منتخب كوريا الجنوبية في مدينة الدمام. والله مثل ما تشوفون استعداداتنا جيدة بطولة كأس آسيا الشباب، لكن في بغداد كان عندنا نقص في الدعم. كنا نتمرن على ملعب غير صالح التدريب، كانت جهات يعني ما دعمتنا، حسبتنا على جهات، واحنا ما مسؤولين، احنا نمثل منتخب العراق وقلت الدعم. عندما جينا معسكر تدريب في الأردن، معسكر جيد، حصل على مباراة تجريبيتين مع منتخب شباب الأردن وفريق نادي أربيل، كانت لنا استفادة كل جيدة. رغم الظروف الصعبة شفناها ببغداد، رغم قلة الدعم من قبل المسؤولين، رغم الأرضية اللي كانت ما تصلح للعب في بغداد، لكن رغم ذلك استطعنا الحمد لله أن نكون فريق عراقي يستطيع إن شاء الله بعون الله أن نحمل الكأس وأن نفرح الشعب العراقي الغالب، هذا اللاعبين وهذا الكادر التدريبي اللي يحرص على أن يقدم كل ما عنده من أجل الفريق.